بس ناخذ دبس نقدر يعني ناخذ الكمية كلها او نص احنا نفورها، بس نقدر يعني نستخدمه مرة ثانية. فانا راح استخدم الدبس كله اخليه يفور. هاي الطريقة راح نفور بيها الدبس هيك مثل ما تشوفون. هسه الدبس مالتنا فار. هسه بس يفور كمل فورته ونطفي. هسه هذا الدبس مالتنا كمل فورته، يتغير لونه من الاسود يصير لونه مثل البني، بني شوكليتي. نطفي هسه الدبس مالتنا. صبرت هسه نجيب التمر مالتنا نحطه بإناء يكون كبير حتى نقدر نحط الدبس ونخلطه. هسه ورا ما سوينا بهاي الإناء هسه نذب الدبس. يكون أهم شي الدبس مالتنا ما برد، الدبس مالتنا حار. هسه ورا ما كملنا هذه نستخدم هاي البهارات مالتنا العرق الحار. تقدرون تاخذونه من العطار من اي مكان، اسمه العرق الحار. نقدر نحط اي كمية نريدها حسب الرغبة. هذه تسوي بيه مثل الحضورة، طلعت ريحته كلش. هسه نعوف التمر مالتنا المعسل شوي يتشرب ماي الدبس، نعوفه فد 5 دقايق. ورا ما شوي يتشرب مايه فرغت من عنده، يعني زاد من عنده دبس. هسه راح السمسم استهسهناه راح احطه ويا المعسل. وهاي كملنا المعسل، نقدر نحط ونزين عليه اي شي نريده. انا حطيت فوق اللوز والمعسل اللي ما بحشه نفس الطريقة نسوي. هم نفور الدبس ونحط له عرق حار وسمسم. لا تنسون تشتركون بالقناة مالتي وتدعموني بتعليقاتكم الحلوة. شكرا لكم.